يوم عرفة يوم استثنائي جدا، يوم ذهبي. خزنوا دعواتكم، احفظوها، اكتبوها، اعرفوها، واصروا والحوا على الله فيه، لأن اللي يصير في يوم عرفة شيء إعجازي جدا، والله شيء إعجازي جدا من ناحية إجابة الدعوات وتحقيق الأماني. اللي يصير في دعوات يوم عرفة شيء لا يمكن العقل إنه يستوعبه. أنا نزلت لك المقطع قبل يوم عرفة بأيام، لأني من جد ودي إنك تعيش لذة إجابة الدعاء. اكتب دعواتك، احفظها، ركز عليها، اعرف إيش هي بالضبط. خلي يجي يوم عرفة وأنت تدعي بكل شيء تبغاه. والله العظيم إنه صار لي 3 سنوات إني ما دعيت بدعوة في يوم عرفة إلا شفتها. تخيلني أشوف إجابة دعواتي قبل لا يمر عليها سنة. أدعي الله من هنا في يوم عرفة وأشوف إجابة الدعوات مع مرور الأيام زي وضوح الشمس. والأعجب من كذا إن الله يرضيني بأشياء، يعني إذا دعيت بشيء والله ما أعطاني يرضيني بشيء أحلى منه. عشان كذا يوم عرفة يوم إعجازي، يوم ذهبي، يوم استثنائي. لا تفوت بركة هذا اليوم. ادعى الله بكل شيء تبغاه، اسأل الله كل شيء، احفظ دعواتك واكتبها واعرفها. اسأل الله والله كفيل بالدعوات. والله يسعدكم.